ده الظلام الدامس اللي بدأنا نعيش فيها يا جماعة. اهو انا خارج كده البلكونة وخارج الشارع، هتلاقي اماكن منورة واماكن مفيهاش اهو. بص يا جماعة، بص الدنيا عاملة ازاي اهو. ده الشارع ده، هنا في كهرباء، هناك اهي الشارع اللي بعيد التاني اهو. لكن هنا بصوا البيوت عاملة ازاي، العمارات كلها اهي قدام، شايفين بس العربيات اهي. حد يقول لي ايه ده بقى؟ يعني انا مش فاهم برضه الحكاية دي، يعني ده تخفيف احلام ولا ده ايه؟ مش فاهم. طب ازاي بنصدر كهرباء وازاي تخفيف احمال؟ مم. هل ده ينفع في الحر اللي احنا فيه ده، نار جهنم الايام دي؟ مين يقول كده؟ فين السيد وزير الكهرباء؟ فين السيد وزير الكهرباء؟ فين السيد رئيس مجلس الوزراء؟ نفسي افهم. مم. ده ينفع الساعة 1 النهاردة الظهر، ساعة في عز نار جهنم، ودلوقتي هو قطع، الله أعلم هيقعد قد إيه. ممكن ينور دلوقتي، تيجي الكهرباء على طول دلوقتي، وممكن تقعد ساعة برضه واتنين. هل ده يرضي ربنا؟ ينفع؟ أهو. ينفع الكلام ده؟ أهو. ينفع؟ ده كلام. شوفوا معايا بقى، دي منطقة النعام عين شمس، شارع علي باشا ده اللي حد يعرفه يعني. أهو. نور الكشاف كده عشان نشوف احنا بنعمل ايه. هو بتنور ازاي؟ نسيت. اهو. ده الكشاف اهو يا جماعة. كشاف يا اخوانا. طب الكشاف اتصرفنا ونورنا، طب والحر بقى نعمل فيه ايه؟ المشكلة سايبين الناس تشغل تكييفين وتلاتة من ورا العداد ويسرقوا الكهرباء، ويجوا يدفعونا احنا بقى حق الناس اللي يعني الناس بتستخدم آه، التكييفات واحنا اللي بنحاسب عليها. يستخدموها من ورا العداد واحنا اللي بنحاسب عليها للأسف. ومعرفش يعني وزارة الكهرباء مش عارفة تتصرف في حكاية اللي سرقة التيار الكهربائي. نص نص ايه، أكتر من نص الناس اللي عندها تكييفات مشغلينها من ورا العداد، وفي الآخر بيدفعونا احنا فواتير قد كده. لا، لازم يبقى في حل، ما ينفعش ده تهريج، ده اللي بيحصل ده، ده تهريج. يلا ادينا بقالنا هو شوية كتير ولسه. اللي عنده شغل ده الصبح وعايز ينام له شوية عشان يقوم يشوف شغله يعمل ايه، مش فاهم انا.
ينفع، ده يرضي ربنا. يلا روح بقى لحسن رحت كل عرق. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، الساعة من الساعة 12 الكهرباء قطع، الساعة 1:03 أو 1:30 بقى 5. ينفع الكلام ده؟ هوريكم الشارع عشان تتأكدوا بس. من 12 الساعة 1:30، والظهر الساعة 1 الظهر قطع لغاية الساعة 2 وشوية. مين يقول الكلام ده واحنا في عز الصيف؟ تخفيف أحمال، معرفش أحمال ايه، ما احنا بنصدر الكهرباء، ده تخفيف أحمال ازاي؟ أنا مش فاهم. في جزء منور اهو جنبنا اهو، ده يطفى وعندنا ينور، وهكذا بقى اهو. ينفع ده يا جماعة؟ يرضى ربنا؟ ساعة ونص، ظهر ساعة، وبنصدر كهرباء. بيصدروا الكهرباء ويستخسروها فينا ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك يا جماعة، الكهرباء رجعت تاني الحمد لله اهو. الساعة 2 بالليل، يعني من 12 ل2، وزي ما قلت الصبح من الساعة 1 ل2:15 تقريبا يعني. ودلوقتي اهي، مين يقول كده؟ ينفع؟ يرضي ربنا ده؟ وبنصدر كهرباء، والكهرباء عندنا فايض، وصرفنا مليارات على الكهرباء، وعملنا محطات، أحدث محطات في العالم. طبعا أنا مش بنكر الكلام ده، بس فين هو؟ طيب فين هو؟ لا، فين السيد وزير الكهرباء؟ ما وصلوش إن الكهرباء بتقطع بالطريقة دي، وفي كل المناطق وفي كل المحافظات على فكرة. مينفعش واحنا في الصيف في عز أيام يعني ما يعلم بيها غير ربنا. ده لولا لطف ربنا وفي شوية هوا حلوين النهاردة. شوف العيال مهيصين وفرحانين ازاي. معرفش الصوت هيوصل لكم ولا ايه، حتى الأطفال. يعني ينفع الكلام ده؟ يلا، اترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله